أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحداد الوطني بعد الإعصار شيدو الذي ضرب إقليم مايوت الفرنسي. هذا وكانت السلطات في الإقليم قد أفادت بمقتل مئات وربما بضعة آلاف من السكان جراء هذا الإعصار. مع هبات رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومترا في الساعة، وهو أقوى إعصار يضرب الجزيرة منذ عام 1983، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة وأمواج عاتية. واتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات، منها إرسال 120 من فرق الأمن المدني وتوفير 3 أطنان من المعدات، حيث منعت السلطات جميع السكان البالغ عددهم 320 ألف نسمة من التحرك. وهو إعصار استوائي قوي نشأ في بحر مهلي في المحيط الهندي. يتميز هذا النوع من الأعاصير بقدرته على جذب كميات ضخمة من الرطوبة، مما يؤدي إلى توليد رياح شديدة وأمطار غزيرة. ويشكل هذا الإعصار تهديدا خطيرا للمناطق المحيطة، حيث تكون التأثيرات أكثر وضوحا في المناطق الساحلية. استمرت العاصفة في جزيرة مايوت